ايوه زي ما انت شفت كده بالظبط، رسميا تأهل وخروج منتخب مصر من كأس العالم 2026. بس قبل ما اقول لك ده حصل ازاي، تعال احكي لك قصة بسيطة. قصة هي كان في راجل لسه منتقل لشركة جديدة، بس الدنيا ما مشيتش معاه زي الفل في الشغلانة دي، لان مديره المباشر ما كانش طايقه وكان عايزه يسيب الشغل باي طريقة، واي غلطات كانت بتحصل في الشغل كان بيحاول يلبسها له، كانت اي مصيبة يلبسها له هو ده. حتى المدير ما ساعدهوش ان هو يتطور في اي حاجة ولا كان بيعلمه اي حاجة جديدة، كان سايبه لخبراته. بس المدير دوت كان قاعد مستني الراجل دوت اي غلطة بسيطة عشان يصدره لإدارة الشركة. وده يا صديقي نفس اللي بيحصل بالظبط مع حسام حسن. طبعا احنا كلنا عارفين القصة اللي بين اتحاد الكورة وحسام حسن، بس باختصار ولا ده طايق ده ولا ده طايق ده، بس اتحاد الكورة مش عارف يعمل معاه اي حاجة لان المدرب ماشي تمام لغاية دلوقتي. وغير كده كمان ان هو جاي بطلب جماهيري. طبعا اتحاد الكورة الفترة اللي فاتت كان قاعد مستني اي غلطة بسيطة لحسام حسن، بس ده ما حصلش. طب يعملوا ايه؟ يصدروا لي الاعلام وتقطيع يا باشا فيه. المفروض اصلا ان هم يدعموه في الفترة دي، بس هو ده ما بيحصلش خالص. طب اتحاد الكوره قاعد مستني ايه؟ هم قاعدين مستنيين افريقيا، لان دي بالنسبه لهم هي الضربه الكبيره اللي ممكن يطيروا بيها حسام حسن. ليه يا باشا؟ طبعا هم طالبين من حسام حسن البطوله. طب لو حسام حسن ما جابش البطوله هيطيروه ويجيبوا المدرب الاجنبي، ونمشي في نفس القصه والسيناريو اللي بيحصل كل سنه. نجيب مدرب وطني نشيله، نجيب اجنبي نشيله، نرجع مدرب وطني ونشيله، وهكذا الحال. طب ليه هما بيعملوا معاه كده؟ او ليه كارهينه اصلا مع ان الراجل ماشي تمام وصعد بينا كاس عالم، وكمان ماشي حلو في كل الماتشات اللي لعبها. هو ما خسرش غير ماتش وحيد قدام كرواتيا، البطوله الوديه اللي هي كانت كاس العاصمه الاداريه دي. بس قبل ما اقول لك ليه، تعال اقول لك ليه احنا هنخرج من كاس العالم 2026، او اقول لك من الاخر احنا ليه خرجنا من كاس العالم قبل ما نخش. مش هنروح لبعيد، تعال نروح لكاس العالم روسيا 2018. من بعد المهزله اللي حصلت في كاس العالم روسيا 2018 وخروجنا، حصلت المجموعه، اتحاد الكوره لحد دلوقتي ما عملش اي تطور صريح للمنتخب او لكل منتخبات الشباب عموما. هات لي اي تطور واحد عملته اتحاد الكوره من 2018، اي تطور حصل في الدوري، مع المنتخبات، مع الناشئين، مع المواهب، مع مدربين، مع حكام. هات لي اي حاجه حصلت من 2018. مفيش. طب ليه المنتخب خرج قبل ما يلعب كاس العالم؟ باختصار لان انت ما عندكش اي مواهب في المنتخب، كلهم نفس اللعيبه القدام، بيتضاف عليهم كل سنه لعيب جديد. طب لو جينا بصينا، المفروض المنتخب الاول يترمى عليه من المنتخبات اللي تحت، منتخبات الشباب، المنتخب التاني اللي لسه معمول الشباب تحت 20 سنه. تعال بقى نمسك الشباب اللي هم تحت 20 سنه، دول اصلا لوحدهم في فضايح بتحصل. لسه كانوا بيلعبوا في بطولة كاس العالم وخرجوا منها بفضيحة. لعيبة بتلعب في غير مراكزها، لعيبة داخلة بالواسطة. طبعا النتيجة في الاخر المتوقعة، لما منتخب شباب تحت 20 سنة اللي المفروض ده اللي يطلع مواهب للمنتخب الاول او للمنتخب الاولمبي بعدين المنتخب الاول، ده ما حصلش طبعا. ليه؟ لان كل اللعيبة المنضمة لمنتخب الشباب اللي هم تحت 20 سنة مفيش موهبة فيه، ولا الموهبتين بس اللي انضموا، يعني المواهب اللي انضمت كلها قعدت على الدكه، مفيش حد لعب. الباقي كله ابناء عاملين على وسايط، فاهم، على واحد ابن جهه سياديه كبيره، فاهم، ابن رتبه. النتيجه طلعت لنا من الاخر ان منتخب مصر طلع حصاله من البطوله. برضه نفس السيناريو بيحصل، نروح اي بطوله نخرج منها. طب ليه ده حصل؟ برضه عشان الوسايط والمحسوبيه اللي بتحصل. يا اخي حد يخسر من نيوزيلندا؟ ايه نيوزيلندا دي؟ محدش كان يسمع عنها. منتخب راح خسر منه وخسر من اليابان، اللهم ان هو كسب بس ماتش تشيلي. ده بالنسبه لمنتخب الشباب. طب المفروض فين المواهب بقى اللي بتطلع عشان نطور؟ مفيش. طب هل اتحاد الكوره اهتم بالمواهب من 2019 من 2018؟ ده ما حصلش اي تطور، مع ان المفروض عشان تجهز نفسك انت خلاص رحت كاس العالم 2018 وطلعت بفضيحه، المفروض بقى تشوف وتصلح. هو ما عملش اي حاجه من دول، كل اللي بيعمله يجيبوا في مدرب ويشيل في مدرب، يجيبوا في مدرب ويشيل في مدرب.
مصر اجنبي مصر اجنبي. طب وبعدين النهايه مفيش ولا موهبه اتطورت في مصر لغايه دلوقتي، ولا اهتموا بمواهب، ولا اهتموا باي حاجه ولا اهتموا بتطوير الدوري. مفيش ده كله حصل، مفيش اي حاجه. على العكس تعال شوف اي منتخبات العالم كلها. يا عم مش هنروح بعيد، تعال نروح لمنتخب المغرب. ما تشوفوا منتخب المغرب بيعمل ايه واعملوا زيه. المنتخب اللي طور كل المواهب اللي عنده، وعاملين اكاديميه محمد الخامس بيطوروا فيها لعيبه. 3/4 اصلا لعيبه المغرب كلها بتلعب بره، بتلعب قدام اجانب، بتلعب في الدوريات الكبيره. اللعيبه عندها الخبرات بتتطور، هم بيطوروهم في المغرب قبل ما يطلعوا بره. ده ما بيحصلش هنا. ليه؟ برضو عشان هنرجع لحته المحسوبيه. حتى المنتخب الاولمبي اللي كان ماشي تمام مع المدرب ميكيلي وصل نص نهائي الاولمبياد، اتحاد الكرة طيره. طب ليه؟ المدرب كان ماشي معاك حلو والدنيا تمام، بتطيره ليه؟ مفيش اي سبب مقنع. رجعنا لسؤالنا اللي كان في القصة اللي في البداية خالص، واللي مربوط برضه بحسام حسن. هو ليه المدير كان بيكره الراجل ده قوي؟ او ليه اتحاد الكورة بيكره حسام حسن قوي؟ بس ما تنساش تحط لايك في الفيديو وتشترك في القناة. انت كده كده انت عارف الاجابة. انا مش جاي اقول لك حاجة جديدة، انا جاي اكلمك بس عن واحد نفسه بلده تتطور، نفسه بلده تعمل حاجة في الكورة. الاجابة هي باختصار لان حسام حسن مش على هواهم، واني مش هينفذ لهم طلباتهم. هي ايه طلباتهم؟ اللي هو يضم لعيبه اللي هم عايزينها. بس حسام حسن مش هيعمل كده. نفس الكلام اللي حصل مع ميكيلي طيروه لان هو ما ضمش اللعيبه اللي على مزاجهم، فعشان كده طيروه. بعد ما طار ودوه منتخب 2005 اللي هو اصلا كان بيلعب كاس العالم تحت 20 سنه ده. بعد شهرين بالظبط وحشلوا ميكيلي. طب ليه؟ ما هو ليه شلتوه مع ان مسك منتخب 2005؟ كان زمانه بيلعب في كاس العالم دلوقتي وعامل شغل، بس شالوه. ليه؟ لان الناس ديت اهم حاجه عندها يحطوا اللعيبه على مزاجها. اللعيبه اللي بيحطوها على مزاجها دي بتبقى جايه عن طريق وسايط دفع فلوس، وكمان عشان هم لو عملوا اي غلطه مع حسام حسن هيطلع يفضحهم في اي مؤتمر عادي. انا مش بدافع عنه ولا حاجه، انا بدافع عن بلدي. انا عايز اشوف منتخب بلدي كويس وبيكسب بطولات وبيحقق انجازات. بس ده مش هيحصل في عز اللي بيحصل في اتحادات الكرة اللي بتيجي وبتمشي. هم نفس العزبة، ده يمشي وده يجي، ده يمشي ده يجي. هم عمالين يبدلوها مع بعض. جمال علام هاني ابو ريده، جمال علام هاني ابو ريده، معرفش ومجاهد. كل هم بص، لو جيت بصيت على اتحاد الكرة في السنين اللي فاتت هم دول اللي بيبدلوا، بس هم دول اللي بيبدلوا. واي مدرب اجنبي يجي يفشل يطيروه. زي كروش جه، مع ان الراجل ده المفروض كان اصلا فضل، بس لا هم طيروه لان هو ما كانش على هواه. الراجل كان بيطلع يضرب في الوش، بيضرب في الوش في التصريحات، ما بيخبيش ولا كان ماشي على هواهم ولا كان بيضم اللعيبه اللي على هواهم. واحد عايز بلدي تكسب، عايز بلدي تحقق انجازات، والراجل ماشي تمام لغايه دلوقتي. الراجل بيلعب بروح، الراجل بيزعق في اللعيبه لغايه دقيقه في الماتش. حتى في اخر الماتش كان بيزعق في مصطفى محمد ان هو يضغط اللي هو قدام جيبوتي. طب هنعمل ايه؟ الراجل ماشي تمام، ليه ننتقده؟ ما تدعموه، ما تشوفوا طلباته. ليه مستنيين نروح افريقيا ونتصدم؟ ليه؟ بس انتوا قاعدين اصلا مستنيين له الحركه دي. انتوا مش بتدعموه، انتوا عايزين تشيلوه، فمصدرينه بقى للجمهور والاعلام وسايبينه يروح افريقيا ومستنيينه يخرج عشان تشيلوه وتجيبوا مدرب اجنبي تعلنوا عن مرتب وهو اصلا بياخد مرتب اقل في الاساس، وانتوا بتخنصروا الباقي. خلاص بقت معروفه. وتجيبوا مدرب تجبروه يضم لعيبه عشان اللعيبه دي بتبقى جايه عن طريق وسايط محسوبيه. خلاص بقت محفوظه، ونخش الجمهور هو اللي بيحزن في الاخر. انتوا هتجيبوا مدرب بعد ما تشيلوا حسام حسن، المدرب ده يلعب له ماتشين ودين يخش له كاس العالم يطلع حصاله. وهو ده السبب ان ليه الشعب المصري كله مش فرحان بصعودنا لكاس العالم، عشان كلنا عارفين السيناريو. خلاص السيناريو محفوظ والبطل بيموت في الاخر. مين البطل اللي بيموت؟ الشعب، الجمهور. وانتوا اهم حاجه عندكم الكرسي والمحسوبيه والسلطه، هو ده اهم حاجه عندكم، والمصلحه.
لان دي اهم حاجه. انتوا بالنسبه لكم اتحاد الكره ده سبوبه بتطلعوا منها فلوس او كرسي، بس هو على الاغلب هي اهم حاجه فيه المصلحه. طب ايه حل المنتخب عشان يكمل في كاس العالم ويعمل انجاز زي مثلا المغرب، الجزائر لما عملت انجاز قبل كده؟ ايه الحل؟ ما اقدرش اقول لك اي حل يحصل من هنا لغايه كاس العالم، لانه هو خلاص كاس العالم قرب افريقيا قربت، فهو مفيش اي حاجه هتحصل، لان خلاص انتوا دمرتوا المواهب اللي كانت المفروض هتطلع. مصر فيها مواهب بس انتوا بتدمروها ازاي؟ اللي انتوا مش بتطوروها وبترعوها، مش بتهتموا بيه، بتركنوه، بتروحوا تجيبوا بس مين اللي بيدفع، واللي ابوه سلطه، عمه، نسيبه، هو ده اللي بينضموا للمنتخبات. هم دول اصلا. احنا لو جينا بصينا لكل قطاعات الناشئين وكل الانديه هنيجي نبص لهم، الناس دي مش مهتمين بيها خالص. المهتمين بيه بس هنرجع تاني نفس النقطه، اللي بيجي عن طريق وسط. هم دول اللي بيهتموا بيه، هو دول اللي بينضموا لمنتخبات الشباب عموما. بس بقى المواهب في مصر محدش مهتم بيه، مش هيهتموا بيه غير ما يكون معاك وسط، غير ما يكون معاك فلوس من الاخر. مفيش اي حل هيحصل، لان احنا مفيش هو في مواهب بس احنا بندمرها، مش اتحاد الكرة تحديدا. فخلاص مفيش امل غير اللي احنا ندعي، والله ندعي ونسيبها على لعيبة المنتخب وعلى حسام حسن، يمكن يعمل حاجة. طيب حسام حسن هيقدر يعمل ايه في افريقيا؟ والله انا لو مشيت عاطفيا انا حاسس ان هو هياخدها، بس منطقيا لو حسبتها من كل ناحية ما ياخدهاش، واللي تاخدها المغرب بصراحة. اصل هناخدها بناء على ايه؟ مفيش تطور في المنتخب. حسام حسن طريقة اللعب بتاعته مش اللي هي، بس والله هي ممكن تنفع حكاية الروح، انه بيخلي اللعيبة تلعب بروح وعلى طول بيزعق فيهم وما بيسكتش على الغلط. دي المنطقية الحاجة الوحيدة. بس المنتخب كده ما حدش مهتم بيه ولا حد بيبص له بس كل المنتخبات الشباب او كل المنتخبات ومنتخبات الشباب والمنتخب الاولمبي، حتى المنتخب التاني اللي لسه معمول، لمين في مين؟ يا ريتهم لموا فيه مواهب. راحوا جابوا اللاعيبه المصريين المتجنسه بره، لموها. مفيش ده، ما حصلش ده. لا، راحوا جابوا في المنتخب التاني مين؟ لعيبه كبار في السن، منتخب عواجيز من الاخر. ده المنتخب التاني، وراح خسر من المغرب 2-0 اهو، اقرب ماتش. ما هو كده المنتخب ده ما تعتمدش عليه، هو منتخب عواجيز. والمنتخب الاول ناس في الثلاثينات وشويه ناس كده اللي هم ايه، الواحد اللي بيطلع لك لقطه كل سنه اللي بينضم للمنتخب، ولازم يكون بيلعب اهلي او زمالك عشان ينضم للمنتخب. فالواحد قرف من اتحاد الكرة، لانه هو سبب المصايب كلها، سبب مصايب كل المنتخبات. ما بنتطورش في الكورة خالص، حتى الدوري المصري، حتى اللعيب، حتى الحكام، المدربين، كل ده متدمر بسبب اتحاد الكرة بس. لان كل اللي بيخش اتحاد الكرة بيبقى همه مصلحة، بيبقى همه يجمع المصلحة او الكرسي بس. الجمهور ما يتفلق الجمهور، انا مالي اهم حاجه مصلحتي. انا مش خدت مصلحتي او قعدت على الكرسي بتاعي، ما يولع الجمهور. واحب اقول لك في الاخر، انا مش بتاع كوره ولا محتوايا كوره، انا واحد مصري عادي نفسه بلده تحقق انجازات وتكسب بطولات زي باقي المنتخبات عادي. اهتموا بام المنتخب، بالمنتخبات كلها، اهتموا بالمواهب، ما تموتوش المواهب. انتوا اللي بتموتوا المواهب وبترجعوا تقولوا ما فيش مواهب. انتوا اللي بتدمروا كل حاجة في مصر عشان خاطر مصلحتكم. طيب بصوا لنا شوية، بصوا لأم المنتخبات، عايزين نفرح. كلنا عارفين السيناريو اللي هيدور. اللهم هنروح افريقيا، هنخرج منها، هيتشال حسام حسن، هتجيبوا مدرب اجنبي، المدرب الاجنبي هيلعب ماتشين وديين بالظبط. والله لو زادوا هيبقوا 3 4، يا بس هو هيبقوا اقل حاجه 2. هم
هيلعب الماتشين الوديين، هيروح كاس العالم يجي حصاله وشكرا. يجي من كاس العالم يتشار المدرب الاجنبي، هنجيب مدرب مصر. في الاخر انا وانت والجمهور كله ما قدمناش غير اللي احنا ندعي. فاهم؟ هو ده اللي قدامنا. نفسي مصر تحقق انجاز زي المغرب او الجزائر بصراحه. وليه ما نعدهمش في كاس العالم؟ ليه ما نروحش نكتب تاريخ في كاس العالم بدل ما احنا كل طموحنا بنروح نقضي دور المجموعات ونيجي؟